اخواننا بتوع الامن العام وفتش الامن العام والسيد مدير المباحث ورئيس المباحث، وفي فريق بحث حقيقه كان فريق على مستوى الدولي. سيد العميد الله حسني في اداره البحث انا قلت والعميد احمد فاروق، وانا قلت فرصه طبعا ان لازم تلتقوا بالسيد مدير المباحث وسياده اللواء محمد خشانه مساعد المدير وان شاء الله يبقى خلال الفتره الجايه مع لقاءات كثيره، طالما هيبقى في مجهودات كثيره وطالما في رئيس المباحث كثيره لسه المدير احمد فاروق. انا عايز اقول لكم في القضيه وليس سبب، هو الحوادث وارد احنا بنعمل اجراءات احترازيه واجراءات وقائيه واجراءات تامينيه، وحضراتكم لامسين اعتقد يعني الانسان المنصف لامس التواجد في الشارع ولامس القوات اللي موجوده ولامس الاكمنه والاقوال الامنيه، واللي بيقع دي بتحد من الحوادث، والحملات اللي بنقوم بيها منها الدرجات البخاريه اللي بتستخدم في ارتكاب الوقائع تم ضبط خلال الايام الماضيه جزء او كميه كبيره جدا من الدرجات البخاريه. كم عددها؟ والله انا يعني هي مئات 27 مئات لا 27 في الحادثه في المكان الواحد. يعني 27 ده مثلا ممكن لما ننزل حمله في الظهور مثلا في ساعتين ثلاثه الحملات اللي بنعملها ممكن تجيب 27 30 حاجه و30، ده بيبقى بتاع الحمله، لكن خلال الايام كلها المجمل انا بقول لحضرتك عدينا مئات. بس ممكن تستسمح معاك ان يتعمل كشف كده بالمضبوطات ازالنا انا مجهز لحضراتكم يعني نتائج الحملات خلال الفتره الاخيره. يعني عايز اقول لكم بالنسبه للاسلحه الناريه الشهر اللي فات 28 قطعه سلاح ما بين في اسلحه آلي وفي طبنجات وفي اسلحه صناعه محليه 70 طلقه من الذخيره واسلحه بيضاء 92 قطعه سلاح ابيض. المواد المخدره تم ضبط 23 قضيه باوزان 13040 بالظبط. اقراص مخدره هو طبعا اللي كاتب 295 قرص ده في شهر 8، لكن انا عايز اقول في بعض القضايا من الذاكره انا فاكر ان في قضيه من 3 ايام 4870 قرص مخدر، وفي قضيه اخرى 3 طرق حشيش خلال ال3 4 ايام اللي فاتوا دول، وفي 20 كيلو برضه خلال الايام الاخيره. انا عايز اقول ان الاجراءات الوقائيه دي مهمه جدا في الخطه الامنيه اللي احنا شغالين بيها، والاجراءات الوقائيه بتحد من الجريمه، ده رقم 1. رقم 2 معلش انا داخل معاكم في تفاصيل شويه بس يعني عشان تبقوا متعايشين معانا. الاجراءات الوقائيه اللي احنا بنعملها دي مش اجراءات تبقى ارتجاليه، لا، في خطه موضوع عشان الشغل الغير مبني على خطط تبقى نتائج ضعيفه. لما يبقى هناك خطه اجراءات للحد من وقوع الجريمه، اجراءات لتحقيق التواجد الشرطي، اجراءات من خلال الحملات المكثفه، اجراءات بتتم لمواجهه اي حوادث من خلال فرق العمل المشكله لكشف المظهر. المجمل بيبقى حصيلته الى حد ما والنتائج بتبقى مرضيه. لما بنقول ان في اجراءات وقائيه انتوا لامسين الاقوال الامنيه اللي بتبقى موجوده في الشارع ليل ونهار، بيبقى فيه مدرعه وعده سيارات ومجموعات قتاليه وضباط بحث جنائي، والاقوال بتبقى تحت اشراف احد الساده اللواء.
الاقوال الامنيه انا هقول لكم النهارده بس، يعني فجر اليوم بس، احد الاقوال الامنيه جاله معلومات او بلاغات من بعض الناس جت النوويه ان في مجموعه من الاشخاص بسياره ومعاهم سلاح بيثبتوا الناس ومتواجدين في احدى الاماكن هنا في بورسعيد على الفور. انتقل الكل الامني توجه، يعني المديريه اللي موجود هنا بلغنا، وجهنا الكل الامني للمكان اللي جايه المعلومه بالنسبه له. تبين في اشخاص ساعه ما شافوا سيارات الشرطه والكل الامن جاي جروا ضربوا نار على القوات، حصل تعامل معاهم. اصيب واحد من المتهمين ضبطوا جميعا الحمد لله. حصل من خلال المطارده والتعامل احتكاك باحدى سيارات الشرطه واصابه واحد منهم اصابه نقل. لا مش من عندهم. كام يا فندم عندك؟ المتهمين 4 بالإضافة للي أصيب ولا بالأصيب. بالأصيب؟ واحد منهم سبق اتهامه 17 قضية، ده اللي هو أصيب بطلق ناري بتوع دول المتهمين. اسمه يا ريس معلش، اسمه المتهمين المصاب أحمد طه محمد شلبي وشهرته الدب. ده سبق، ده عنده 22 سنة، سبق اتهامه ب 17 قضية. ده مصاب بطلق ناري بالكوع الأيسر وآخر من الجانب الأيسر. ده حاليا في مستشفى بورسعيد العالي. ضبط معاه فرد خرطوش عيار 12 وثلاث طلقات وفارغ نتيجة الطلقات اللي ضربها على القوات وهي بتضرب. الثاني اسمه محمد عبد السيسي، عنده 25 سنة، كان عنده 20 قضية. ضبط معاه مقص ريزر كبير، المقص ده بيستخدموه في قص الإقفال بالنسبة لسرقة المحلات، ومبلغ 600 جنيه. الثالث محمد العربي منصور، 24 سنة، ده سواق، وده العربية اللي ركبها حتى في إيصال سحب للتراخيص بتاعتها. الرابع إيهاب سامي كامل، 24 سنة، ضبط معاه مطوى أرض الأسئلة. دول اعترفوا إنهم بيكونوا فيما بينهم تشكيل عصابي، وإنهم كانوا في طريقهم لسرقة أحد المحلات مستخدمين المقص الليزر أو الكهربائي اللي موجود معاه. في عربية شرطة تابعة لإدارة شرطة النجدة، لأن أنا بقول لحضراتكم الكل اتفضل. بالظبط. قالوا ده البلاغ، لكن اعترافهم قالوا لا احنا نشاطنا مش تثبيت الناس، احنا نشاطنا سرقة محلات. دي غلطة. كان موقفهم فين ساعتها؟ هو في دي كانت في منطقة في شارع منفيس. بورسعيد يا فندم. أمام بنك قناة السويس. ده اسم الشارع. والعربية كانت بدون لوحات تمثل المنطقة. أعتقد إن ده دور فعال للكل الأمني اللي موجود. يعني إلى حد ما برضه الكل الأمني جاله بلاغ برضه وهو شغال إن في بلاغ تاني في 2 موجودين بيشرعوا في سرقة محلات تجارية. ناس اشتبهت فيهم توجهوا للمكان، وفعلا تم ضبط شخصين كانوا بيشرعوا في سرقة أحد المحلات. بالنسبة للتاني ده كان مكانه فين؟ ده الشارع برضه. مش شارع برضه. بس تاني مكان. تفصيل مش يعني الحقيقة أنا بقول لكم الذاكرة دلوقتي مش مجهز أنا، لأن ده لسه حاليا بيشتغلوا معاهم ضد الفجر.
وتم يعني دول الاثنين في التشكيل الاولاني والاثنين في الموضوع الثاني جاري حاليا. طبعا ارجع الاثنين تانيين يا ريس. تم ضبطهم. اسمهم ايه؟ دول حال الشروع. حد حضرتك البيانات برضه موقع يبقى كل البيانات اللي هم عايزينها ده في ليله واحده طبعا، او في يعني بلاغات انتقلوا على الفور. انا بعتبرها من الحاجات الى حد ما، لان في يسالني ولا شك انتقل من مكان البلاغ اذا الخطط بالظبط وتهاجم وتهم الناس موجوده. الخطط الموضوعه يعني نبقى لامسين وعارفين ان كل واحد له دور. نجاح امني كويس. طبعا الخط كبيره جدا. طبعا المواطن البورسعيدي ولابس اللي عاملين بالاعلام لابس الجهود ولابس الحملات